بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللي متابعني على الفيسبوك من زمن بعيد، كنت أول واحد شجع الاستثمار الرياضي في مصر لما تركي آل الشيخ اشترى نادي بيراميدز وتسجيله بالغلط في القاهرة قبل منطقة أسيوط، لأن الرئيس السيسي ناشد بتشجيع الاستثمار الرياضي. وقفت ودعمت مع الناس ان هم يشجعوا الاستثمار الرياضي. دخل مصر دولارات، لاعبين اجانب تخش مصر، ما كانوا اللعيبه المحترفه اللي جت مع بيراميدز في الاول، ومدرب اجنبي وهكذا، ودولارات وعائد من العقود دي، يعني مصر هتستفيد. لكن بعد كده اتأكد ليه تم التأكيد بالدليل القاطع ان ده حرب مش استثمار. حرب عرضها المصرية في صورة النادي الأهلي، حرب على منتخب مصر في صورة النادي الأهلي، لأن نادي منتخب مصر هو المنتخب الوحيد يعتبر متفوق كرويا، لأنه بداية الكروي قبل دول الخليج كلها. يعني منتخب مصر يفوق أي منتخب عربي في الخليج. أتذكر مباراة بين مصر والعراق في أواخر الثمانينات، في واحد 83، من 80 ونحو في الحدود دي، أوائل الثمانينات. حديث مشهور لعمو بابا، كان مدير منتخب العراق. تصريحات بعد مباراة مصر، تصريحاته عن مباراة مصر في العراق، قالك أنا لو تعادلت مع منتخب مصر في العراق أعتبر فزت عليه. ولكن اشتد البغداد الدولي وبيمتلئ عن آخره بالمصريين، والعراقيين ازدادوا ضجيجا من صوتهم وتشجيعهم لمختار، وعمال ياخدهم رايح جاي.